أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معاكم عماد العطار. النهاردة هنتكلم عن سعر الجنيه المصري المتوقع بعد التعويم. طبعا هذه أهم المحددات. خبير للعربية 38 جنيه مقابل الدولار، سعر مناسب لتحريك العملة المصرية. طبعا احنا عانينا في الفترات الماضية من ارتفاع جنوني في سعر الدولار في السوق السوداء، واحنا قلنا ان المفروض ان اي دولار غير شرعي المفروض لا يتم التعامل به، لان حاجة بالعقل. راجل رايح يشتري النهاردة من مكان ما خارج البلاد مثلا بضاعة معينة، والراجل ده معاه حوالي مثلا مليون دولار، 2 مليون دولار. طب انت جايبهم منين؟ انت دلوقتي جايبهم منين؟ ان في ازمه اقتصاديه انا ادعي انها كبيره وطاحنه. احنا في ازمه اقتصاديه طاحنه كبيره جدا، ولا استطيع يعني ان اقول دليل على انها كبيره وطاحنه اكثر من ما يعانيه المواطن المصري حاليا في بيته وفي قوته وفي عيشه. انما انا ما اقدرش اضحك عليك في سعر الحديد، في سعر البيض. طبق الفول بالبيض النهارده بقى 30 جنيه فول، بس فول بالبيض. في سعر الفراخ، ده كيلو فراخ ب100، واللي جنبه ب120، واللي بعده ب130. هي نفس الفرخه. عاجبك كده؟ شفتي وصلتي ليه؟ في سعر الدولار انا ما اقدرش يعني ما اعرفش. يقول لك بيه قص الدولار ماله؟ ومهما قلت لك انا كلامي يذهب الى الجحيم. يا جماعه احنا بنحاول نقول لكم ما يحدث. كون ما يحدث صعب، كون ما يحدث مؤلم ومش عيب، اما احنا عارفين احنا بنقول ايه. ولا حاجه من دي خالص قالت لنا ان الحكومه اعترفت بانها عملت اي قطع، لا، وعندها غرام شديد بانه الازمه دي كلها هي ملهاش يد فيها، كانها هبطت من السماء. يبقى في تقصير كبير. لو الدوله متصوره والحكومه متصوره انها لم تخطئ اطلاق، ما اخطأتش خالص في القروض، الاعتماد على الاموال الساخنه، وتقريبا نستسهلنا موضوع ان احنا نستلف ونعيش على الديون. ما غلطتش خالص في اتساع موضوع القرض والديون. حتى الذين كانوا يقترضون، يعني اللي كان بيمضي على القرض ما قدرش ينظم اوقات الاقساط والفوائد صح، ودي كارثه. يعني ما غلطش خالص. ان قبل الحكومه ما تطالب المواطن انه يساعدها، فانا بناشد الحكومه على الهواء انها تساعد نفسها. التصور ان احنا لم نخطئ على الاطلاق فوقعنا في ازمه مهببه زي اللي احنا فيها دي، طب تيجي ازاي؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ يعني مفيش عنصر بشري في الموضوع. ما هو لو الحكومه شغاله دلوقتي انها ما غلطتش خالص والازمه دي هي ملهاش اي دور فيها، يبقى دي حاجه راجعه خالص. لازم تقول لنا على المصدر، فبالتالي هيقول على المصدر والمصدر هيقول على المصدر، يبقى كده خلصنا الليله وقدرنا نظبط السوق السوداء، او ممكن نلغي كمان السوق السوداء نهائيا، لان اللي معاه دولار المفروض يدخل شرعي ويخرج شرعي. لكن العمليه كانت ماشيه زي ما بيقولوا مش كان بيوفر الدولار. لكن النهارده العمليه كانت بزراميط زي ما بيقولوا. لكن النهارده في دولارات شرعيه داخله البنك المركزي، وبالتالي اللي هيروح يجيب بضاعه هياخد من البنك المركزي، فبالتالي النهارده هيحصل في توازن في الاسعار، لان العمليه هتبقى معروفه. انت رايح تجيب صفقه سكر، رايح تجيب صفقه قمح، رايح تجيب صفقه زيت، رايح تجيب صفقه مثلا كذا، يبقى احنا عارفين ان السعر كذا، يبقى بالتالي هيكون ان شاء الله في ثبات فين؟ في الاسعار. تعالوا نشوف بقى سعر الجنيه المصري. مدحت نافع عضو هيئه التدريس بكليه اقتصاد جامعه القاهره قال قال إن آلية الإنفاق العام في مصر يجب أن تكون لإعادة ضبط الأسواق وإعادة الحركة التي تضررت بسبب وجود سعرين لصرف العملة وانخفاض السيولة الأجنبية في السوق. طبعا كلنا فاهمين القصة ديت. احنا نقول لازم إعادة لضبط الأسواق، لأن كان في سعرين، سعر غير شرعي وسعر شرعي، والسعر الشرعي ما كانش متوفر في البنك المركزي. يبقى لازم النهارده نظبط العمليه دي.
واضاف مدحت نافع عضو هيئه التدريس بكليه الاقتصاد ان البنك المركزي المصري يجب ان يستخدم حصيله صفقه راس الحكمه في تحقيق الربط المرن في سعر الصرف والقضاء على الفجوه بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازيه. فعلا صح كده، لازم يبقى في ربط مرن في سعر الصرف، لان النهارده يا جماعه لازم نقضي تماما على الفجوه بين السعر الشرعي والسعر الغير شرعي، واتمنى ان احنا نقضي على السعر الغير شرعي تماما ونخليهم يشربوا.